الذي لا يصلي الله لا ينظر إليه ولا يزكيه ولا يكلمه. الذي لا يصلي انقطعت الصلة بينه وبين الله. الذي لا يصلي فك البنيان الذي يتظلل به. الذي لا يصلي انقطع النور عنه. يقول ابن القيم: منذ أن تقول الله أكبر ينصب الله وجهه تلقاء وجه عبده المصلي. وترى النور اللي ترونه في وجوه الناس بعض المؤمنين الصالحين بسبب نور الله في الذين هم يصلون. الذي لا يصلي انقطع القرب من الله. كلا لا تطيعه واسجد تحت في الأرض، ومع ذلك يقول اقترب، وانت ساجد في الأرض يقول اقترب. كيف اقترب وانا نازل؟ لأن سجودك بين يدي الله اقتراب من الله. يا بنات صلوا الصلاة في وقتها. النبي ما غضب غضبا على أحد إلا حينما يخالف التوحيد وحينما يترك الصلاة. الصلاة وما ملكت أيمانكم. وصى النبي بها عليه الصلاة والسلام في بداية حياته: